السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيدور أحداث فيلم النهاردة عن مخترع بيحل مشكلة نهاية العالم وبيخترع اختراع بيغير حياة البشرية. يلا بينا. بيبدأ الفيلم في معهد إدفورد 60 وبيكون فيه مجموعة من العلماء وبنشوف الدكتور يون وزميله إندرياس وهما بيتكلموا بحماس عن ظاهرة كانت ناجحة قبل كده. وبعد 5 سنين بيقدم إندرياس دراسته في قاعة في مؤتمر في إيطاليا، وبيتكلم إندرياس عن ظواهر الاحتباس الحراري وندرة الغذاء والموارد اللي بيسببها ظاهرة الاحتباس الحراري. وبيشرح إندرياس إن مشروعهم ما بيقللش خالص من ظاهرة الاحتباس الحراري بس، لا ده كمان بيحل مشكلة ندرة المياه والموارد الطبيعية، وبيقول إن ده العلاج العملي واللي هينقذ حياة الإنسان والحد من مخاطر الاحتباس الحراري. وبعد كده بيكشف عن الحاجة اللي موجودة في الصندوق اللي قدامه، وبيطلع اللي جوه الصندوق الدكتور يون، بس بيكون حجمه صغير جدا وبيكون شبه الناس العادية بس بيكون في حجم أصغر، ومش بيكون حد مصدق اللي شايفه قدامه. وبيقفوا كلهم عشان يشوفوا أفضل دكتور وهو الدكتور يون، وبيطلب الدكتور يون من الجميع إنهم يقعدوا، وبيكون قدامه ميكروفون صغير وبيبدأ في الكلام وبيقول إنه في خلال 5 سنين طور هو وفريقه إجراء بيقلل من كل الموارد العضوية إلى المستوى الخلوي بنسبة 2744 إلا واحد، وباستخدام العملية دي أصبح الدكتور يون بالحجم ده. وتم اختبار العملية دي على عدد كبير من النباتات والحيوانات، وبيقول لهم إن الإجراء ده لا رجع فيه وإن ملهوش أي آثار جانبية. وبيقول إن انضم 36 متطوع لفريق الدكتور يون، وبيقول إنهم عايشين حياتهم كأشخاص صغيرين، وإن الإجراء ده ما بيتطلبش غير إزالة الأسنان والأطراف الصناعية، وبيتعافى الشخص بعد ساعة أو ساعتين بعد ما بيتحول لشخص صغير. وبعد كده بيقوموا مخرجين ال 36 متطوع للمشروع، واللي بنشوفهم بعد كده بيبقوا أشخاص صغيرين، وبنشوف أسر من الأشخاص الصغيرين دول خلفوا عيال صغيرين زيهم، وبيسقفوا الجمهور الموجودين من اللي مش شايفينه قدامهم، وبيقولوا إن ده أكبر اكتشاف في التاريخ. وبنشوف الناس في جميع أنحاء العالم وهم مستغربين من اللي شايفينه، وإنهم بيشجعوا الناس على بذل مجهود صغير لإنقاذ حياة الكوكب، وده عشان يعيشوا حياة أفضل. وبنشوف بعد كده واحد اسمه ستيفن وبيكون بيتفرج على الإعلان في رهبة، وبعد كده بيروح للبيت لأمه اللي بتكون مريضة ونفسه يلاقيلها علاج. لكن بعد 10 سنين بنعرف إن أم ستيفن ماتت، وإن ستيفن شغال معالج مهني وبيكون متجوز واحدة اسمها أدري، وبيكونوا هما الاتنين بيكافحوا عشان يقدروا يعيشوا، وبيضطروا هما الاتنين يسيبوا بيتهم عشان الإيجار غالي جدا. وبنعرف بعد كده إنه تم إنشاء العديد من المستعمرات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. وفي يوم راح ستيفن للمدرسة الثانوية وهناك قابل أصحابه القدام واللي بيكون اسمهم ديف وكارل وجونسون، اللي بيكون أشخاص صغيرين. وبعد كده بيروح لبيته، وبعد كده بيروح ستيفن لبيت واحد من أصحابه، وبيفتخر جونسون إنه خد قرار إنه يبقى شخص صغير، وبيقول إنه بيعيش في مستعمرة صغيرة في مكسيكو اسمها ليزورلاندا، وبيقول إنه عمل كده عشان خاطر الفلوس بس مش أكتر. وبيقول إنه بعد ما بيجي في الحجم ده مصاريفه قلت بنسبة 90%، وبيقول إنه قبل ما يمشي ويبقى صغير كان متعود إنه طول الوقت يبقى مفلس، ودلوقتي هم رايحين رحلة في إيطاليا لمدة 6 شهور وبيعيشوا أفضل حياة ليهم في قصر ضخم هناك. وفي اليوم اللي بعده بنشوف ستيفن وأدري في مؤتمر أوزيلندا بيشرح لهم هناك راجل صغير فوائد تخليص الحجم، وبيوريهم البيت بتاعه وبيقول لهم إن البيت ده كان بيحلم بيه من زمان جدا، وبيفتح لهم الباب وبيوريهم البيت من جوه. وبتكون في واحدة عمالة بتتباهى بالمجوهرات اللي معاها اللي بتكون كلفتها 32 دولار بس، وبيكون ستيفن وأدري مندهشين من اللي شايفينه. وبعد كده بيروحوا منطقة مشاهدة مدينة أوزولاندا وبيتفرجوا على المدينة من فوق وإزاي محمية من دخول البعوض وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية. وبيقرروا هم كمان يصغروا نفسهم، وبيتقابلوا بعدها بوكيلة المدينة وبتقول لهم إن 152 ألف دولار في نيوزيلندا بتساوي 12 مليون دولار للعيش فيها. واندهش ستيفن أكتر من اللي سمعه. وبعد كده بنشوفهم بيبيعوا كل حاجتهم في ساحة البيع عشان يعيشوا في نيوزيلندا، وفي نفس اليوم بيروحوا يسلموا على أصحابهم وعيلتهم، وفي نفس اليوم بيحتفظوا الاتنين بأشيائهم المهمة في صندوق عشان ياخدوها معاهم لنيوزيلندا. وتاني يوم بنشوفهم راكبين عربيتهم ورايحين لمؤتمر نيوزيلندا عشان يغيروا حجمهم. ومع ذلك بتكون قادر شاكة في القرار اللي خدته، وبتفكر إن القرار اللي خدته ده بيكون صح ولا غلط. وبيتم فصل قادر عن جوزها وكل واحد فيهم بيروح لغرفة الانتظار، وبياخدوا ستيفن قبل قادر وبتقول لهم الدكتورة إنهم هيتجمعوا بعد العملية. وبنشوف ستيفن هما بيحلقوا له شعره وحواجبه لأن ما ينفعش تصغير حجمهم إلا ما يعملوا التجربة دي. وبعد كده بيتم تخدير ستيفن عشان يحلقوا له كل الشعر اللي موجود في جسمه، وبيعملوا نفس الحاجة مع كل الأشخاص اللي موجودين لأن تقليص الحجم لا يمكن إجراء إجراء بالصناعية باستخدام للإنسان، فبيشيلوا كمان أي أسنان صناعية عن طريق الجراحة.
وبعد كده بيتم اصطحاب الناس إلى قاعة الاحتضان، وبعد كده بيقفلوا الباب عليهم، وبعد مرور بعض الوقت بيتم فتح الباب وبيكون الناس الموجودين جواهم بقوا أشخاص صغيرين، وبعد كده بيشيلوهم في أسرة مصغرة، وبعد كده بيتم تسليمهم لممرضات صغيرين من نيوزيلاند، وبيتم وضع الأطراف الصناعية الأسنان في بق كل واحد فيهم، وأخيرا بتكون العملية تمت بنجاح، وبيتم إرسال الأشخاص الصغار للراحة. وبيشاف ستيفن لما بيصحى بيلاقي نفسه في الأوضة لوحده، وبتكون في ممرضة بتسأل عليه لما بيصحى وبتقدم له هدية، بس بيسأل عن مراته أدري، فبتروح الممرضة تدور عليها، وبيجي التليفون لستيفن وبتديهوله، وبيكلم أدري وبتقول له إن بقت بحاجب واحد، وبتقول له إنها كمان بقت من غير شعر، وإنها قررت ما تصغرش حجمها وهربت في آخر لحظة، وبيزعجوا الاتنين لبعض، وبنعرف إن ستيفن بقي لوحده في المدينة. وبعد كده بيروح ستيفن للقصر الصغير الفاخر بس بيكون لوحده، وبعد سنة بيطلق ستيفن أدري، وبيستقر ستيفن في المدينة الجديدة وبيشتغل في مركز اتصال، وبيجيله واحد صاحبه وبيبلغه إنه عامل حفلة وبعزمه فيها، وبيروح ستيفن الحفلة وبيفضل يرقص فيها هناك بس بيغمى عليه، وبيجي تاني يوم بيصحى تحت طاولة شق صاحبه، وبيلاحظ ستيفن واحدة من عمال النظافة بتعرج على رجلها لأن بول معالج مهني، وبيطلب منها إنها تقعد على الكرسي، وبيساعدها ستيفن إنها تتخلص من الوجع اللي في رجلها، وبيتعرف ستيفن عليها وبيعرف إن اسمها لينا، وإن هي ناشطة سياسية من فيتنام، وتم تقليص حجمها من غير ما توافق، وتم بس مشكلة البنت دي في جميع أنحاء العالم بس محدش يهتم بيها، وبتاخد لينا ستيفن عشان توريه بيتها، ولما بيروح ستيفن للمكان اللي عايشة فيه بيلقاه مكان مش كويس للعيش فيه، وبيشوف ستيفن بيساعدها مرة تاني عشان تتخلص من الألم اللي في رجلها، بس المرة دي رجلها الصناعية بتخرج في إيده، وبسبب الغلطة اللي عملها دي ستيفن بيجي بيشتغل معاها كل يوم في التنظيف، وبيجي هو اللي بيشتغل مكانها، وبتطلب منه لينا إنه يجمع بواقي الأكل من الناس عشان تديه للفقراء، وبيتعجب جدا ستيفن لما بيشوفها بتساعد الناس. وفي يوم جه شغل للبنت دي إنها تشتغل في بيت واحد اسمه دوسان، وبيتفاجأ دوسان لما بيلاقي ستيفن معاها، وبيفضل يضحك عليها دوسان وبيستهزئ بيه، بس ستيفن بيقول له إنه كان لازم يعمل معاها كده لأن كده بيكفر عن غلطته، وبيعرض دوسان على ستيفن إنه يهرب للنرويج، ولينا بتقول إنها عاوزة تروح معاه عشان تروح للدكتور يون، ولكن ستيفن وأصحابه ما بيكونوش مصدقينها، وفي الآخر بيسافروا كلهم للنرويج، وبيعتذر لها عن كل اللي حصل لها، وإن كان كل اللي حصل لها ده خطأ مش مقصود، وبيتم إبلاغ المجموعة بعد كده بإطلاق غاز الميثان في الكرة القطبية الجنوبية، واللي هيزيد من خطر الاحتباس الحراري، وإن الإجراء ده مش هيعرفوا يوقفوه بسبب زيادة عدد السكان هينقرض الجنس البشري خلال 100 سنة، وإن تم إجراء تصغير الحجم عشان يقللوا من الاحتمال ده، ولكن تم تصغير 3% من سكان العالم، وبيحس الدكتور يون بالدمار لأن فكرته مش هتنقذ الجنس البشري، وإن الضرر لا رجوع فيه، وبعد كده بيروحوا المستعمرة الأولى، وبنعرف إنها قرية صغيرة بيعيش فيها الناس، وبيتم ترحيب بيهم من الناس الموجودين، وبتكون المستعمرة عاملة حماية خاصة بيها عشان تحافظ على الجنس البشري من البرد، وبيقرر الدكتور يون إنه يخش في المحمية اللي هناك لأن هو صاحب الفكرة من الأول، وبيقول ستيفن هو كمان عاوز يروح معاه، وبنشوفهم بيستعدوا قبل ما يروحوا المحمية، وبنعرف إن المحمية دي هترجعهم لطبيعتهم مرة تاني، وستيفن بيدخل جوه وبيمشي بس في نص الطريق بيقف وبيكون راجع عشان يقعد مع لينا لأنه بيحبها، وهيكمل ستيفن ولينا حياتهم جوه المحمية وهيعيشوا هناك. ولحد هنا بيكون خلص فيلم النهاردة. لو عايز فيلم جديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.